أحمد الحاج أسعد، الرئاسة المشتركة للاتحاد المثقفي منطقة الطبقة. بالنسبة للاجتماع الثلاثي الذي أقيم في موسكو الثلاثاء الماضي على مستوى وزراء الدفاع سوريا وتركيا وروسيا، هذا الاجتماع ذهب بمقررات بعيدة كل البعد عن المصالح السورية. طبعا نحن ندين هذا الاجتماع لأنه استبعد الطرف ممثلين المنطقة إدارة ذاتية وممثلين منطقة شمال وشرق سوريا، وخرج بمقررات تخالف وضد متطلعات الشعب بعد هذه الحروب، بعد هذه السنوات. طبعا طيل فترة الأزمة السورية والحرب السورية لم يحدث مثل هذه الاجتماعات. طبعا كنا نأمل من مثل هذه الاجتماعات أن تكون على مستوى جميع ممثلي الشعب السوري، ويخرج بمخرجات طبعا تمثل تطلعات الشعب. طبعا مثل هيك اجتماعات تمثل تطلعات رئاسة الدولة التركية والانتخابات الجاية. نحن نعرف أنه هذا لإرضاء الشعب التركي، لإخراج 6 مليون سوري موجودين بتركيا وترحيلهم لسوريا بشكل همجي وعشوائي. طبعا الوضع بسوريا الوضع الاقتصادي سيء. عامر عناد، عضو من أعضاء حركة الثقافة والفن في الطبقة. طبعا على علم ومسامع جميع أبناء الشعب السوري انطلقا بثورة من عام 2011، هي حراك جماهيري شعبي سلمي ضد كل أنظمة استبدادية. بعد هالأعوام العدة اللي عدت علينا، الأطراف اللي اجتمعت اليوم هي موسكو وتركيا والنظام السوري. بعد كل هالدمار وين الاجتماع هذا؟ هدف الاجتماع شنو؟ هذا الاجتماع طبعا أكيد راح يكون ضد أبناء هذا البلد، ضد كل المشاريع اللي تعمل بها الإدارة الذاتية اللي تجمع كل المكونات العربية والكردية كافة المكونات. طبعا بعد كل هالدمار الأطراف الثلاثة اللي اجتمعت وين كانت موجودة إن صح القول بالعامية. احنا ضد هاي الاجتماعات كمثقفين بالمنطقة، ضد هاي الاجتماعات، لأنه الشعب السوري مو موجود أبدا هي قوة استبدادية رأسمالية اجتمعت لتحقيق أهدافها، وهاي الأهداف كلياتها ضد مشروع الأمة الديمقراطية ومشروع الإدارة الذاتية. قبل الاجتماع العداوات والتصريحات والهجومات السياسية على الإعلام، ولكن حقيقة هذا عكس الشيء اللي نشوفه احنا. هم دائما أصدقاء، هدفهم واحد: تدمير الإدارة الذاتية، سحق أي مشروع يخدم أبناء هذا الوطن، ومطامعهم الحدودية واضحة. طبعا تركيا فشلت اقتصاديا وعسكريا وحتى على أرض الواقع بمواجهتها القوات سوريا الديمقراطية. حقيقة فشلت اقتصاديا وعسكريا الدولة التركية. والصداقة حديثة الولادة هاي لا، مو حديثة الولادة، هم أصدقاء، لأنه أي الأهداف اللي تجمعهم المجتمعين الثلاث، الأهداف اللي تجمعهم ضد الإدارة الذاتية وضد أي مشروع وطني يعارض مصالحهم.